تفتكروا لو فتحنا كاميرا خفية جوه البنك هنشوف موظف التيلر بيعمل ايه طول اليوم؟ هل يا ترى هو شغلته انه يعد فلوس وخلاص ويسلم ويستلم، ولا هو الموظف الوحيد اللي بيتخانق مع العملاء، ولا يمكن في حاجات تانية محدش شايفها غيره؟ تعالوا النهاردة نحكي القصة الكاملة ونفتح الكواليس اللي عمرها ما بتبان ورا الشباك. تخيل وانت داخل البنك مين اول وش بيستقبلك؟ ايوه هو ده اللي بتلاقيه قاعد على الكاونتر وعمال بيعد فلوس ومركز قوي مع العميل اللي قدامه. ده موظف التيلر، بس انا بحب اسميه موظف الكاش لانه حرفيا هو اللي بيكون دايما في وش المدفع، بيتعامل مع الكاش والعملاء والمستندات والسيستم والمدير في نفس الوقت. مسكين. وممكن كمان نقول ان التيلر هو موظف الشباك او موظف الصرافة اللي هو المسؤول عن التعامل النقدي بجميع أشكاله مع العملاء، عشان كده هو يعتبر حلقة الوصل المباشرة بين البنك وبين العملاء. طيب بما انك مهتم بوظيفة التيلر وعايز تعرف الموظف ده بيعمل ايه جوه البنك، خليني اسألك سؤال. هو يعني ايه تيلر اصلا؟ كلمة تيلر يعني صراف بالعربي او امين خزنة او امين صندوق، فلما نقول تيلر هي الصراف، الاتنين واحد. والشخص ده هو اللي بيكون مسؤول عن خزينة اموال معينة ومحددة، وبيكون مسؤول عن القيام بجميع العمليات على هذه الخزينة طبقا لطبيعة نشاط المنشأة اللي بتكون تابعة ليها هذه الخزينة. وده معنى الصراف أو التيلر بشكل عام. ومن التعريف البسيط ده هنلاحظ إن الصراف بيكون مسؤول عن حاجتين أساسيتين. أول حاجة الأموال أو أموال الخزينة نفسها، لأن دي بتكون في عهدته. تاني حاجة العمليات اللي بتتم على الأموال دي بمختلف أنواعها، وهي دي ببساطة شغلانة التيلر أو الصراف. ولو بصينا على الواقع العملي هنلاقي فعلا إن التيلر بيستلم الفلوس أو العهدة بتاعته من رئيس الصرافين او الهيد تيلرز في اول اليوم، وبيوقع عليها كمان وبيسلمها تاني في اخر اليوم بعد ما يقفل الخزنة بتاعته. وده طبعا بعد ما يكون خلص كل المهام والخدمات والانشطة المتعلقة بعمله خلال اليوم، وهي دي اللي هنتعرف عليها بالتفصيل. التيلر بالنسبة للبنك عامل زي القلب بالنسبة للإنسان، فزي ما القلب بيستقبل الدم بطريقة عشوائية وبيرجع يضخه تاني للجسم، فكذلك الأمر بالنسبة لصاحبنا التيلر، بيستقبل طلبات العملاء من سحب وإيداع وغيرها وبيرجع يضخها مرة تانية على السيستم بطريقة منظمة ودقيقة مع تنظيم الأوراق والمستندات اللازمة. وطبعا عشان البنك يفضل عايش وتشوف ده بعينك لازم القلب يكون شغال وبينبض، اللي هو التيلر. وأي خطأ ولو بسيط أكيد هتلاقيه سمع في البنك عموما، ولو ما تعالجش هتلاقي الجسم كله بيتألم، ولو الأخطاء زادت وأصبحت كبيرة ممكن الجسم يتوقف تماما وتنتهي حياتك في البنك. أنا مش بخوفك من الوظيفة، بالعكس أنا بفتح عينيك على واقع عملي، لأن حرفيا الدقة هي عنصر النمو الأكيد ليك كموظف تيلر في البنك. ولما نشرح أهم الصفات المطلوبة في موظف التيلر بالذات هتعرف إن أهمها هي الدقة والتدقيق، لأن حضرتك هتكون زي الساعة، ما ينفعش تقدم ثانية ولا تأخر ثانية، وفي نفس الوقت لازم تشتغل بسرعة وبانتظام وبدقة كمان. ولو في فرق ولو جنيه هيعمل لك مشكلة ويدخلك في سين وجيم. التيلر بيبقى واجهة البنك، وهو أكتر موظف في البنك بيحتك بالعملاء، ومعظم العملاء ما بتشوفش غيره أصلا، لأن شغل التيلر بيكون عبارة عن تنفيذ العمليات النقدية زي عمليات السحب والإيداع النقدي من وإلى الحسابات، وزي تحويل الأموال بين الحسابات أو إلى بنوك أخرى، وزي استبدال العملات المحلية والأجنبية، وزي سداد أقساط القروض أو البطاقات الائتمانية، وصرف العوائد والأرباح الدورية والحوالات البنكية، وزي صرف الشيكات ومراجعة بيانات العملاء. وطول الوقت قاعد بيعد في فلوس، بس مش مجرد عد وخلاص، ده عد زائد دقة زائد سرعة زائد مسؤولية، لأن الخطأ هنا بيتحسب بالدقيقة وبالجنيه. وفي الوقت الحالي أصبح التيلر كمان مسؤول عن ماكينة من ماكينات الاي تي ام، يعني مسؤول انه يغذي الماكينة ويفعلها ويراجعها، بس ده مش موجود في كل البنوك.
وفي العصر الحالي موظف التيلر بقى ليه دور مهم الصراحة في أمن وسلامة البنك، واللي ناس كتير ما تعرفوش إن التيلر هو خط الدفاع الأول للبنك، وده بيظهر في حاجات كتير قوي بيقوم بيها التيلر، زي ما قلنا إنه مسؤول إنه يتحقق من هوية وسلامة وبيانات وأوراق العملاء، كمان مسؤول إنه يكتشف أي تلاعب في الأوراق أو الشيكات المزيفة أو عملات مزيفة برضه، والتأكد من التظهير والحاجات الخاصة بالشيكات. ودلوقتي بقت البنوك بتلزم التيلرات بالالتزام بقواعد الأمن البنكية AML و KYC. KYC اختصار ل Know Your Customer يعني اعرف عميلك، وال AML اختصار ل Anti Money Laundering يعني مكافحة غسيل الأموال، ودول هنعمل عنهم حلقة خاصة ونشرحهم بالتفصيل إن شاء الله. كمان التيلر بيقوم بجزء من أعمال خدمة العملاء، زي إنه بيستقبل شكاوي بسيطة ويوجه العملاء للموظف المختص، وكمان بيرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بالحسابات والفوائد والأرباح والشهادات وأرصدة حسابات العملاء والتأخيرات والتحويلات وغيرها. كمان برضو التيلر ممكن يقوم بجزء تسويقي للبنك، زي إنه مثلا يتكلم مع العملاء عن منتجات جديدة، وبيوجه العميل للموظفين المختصين في حالة رغبة العميل إنه يعرف أكتر عن المنتجات البنكية أو التسهيلات دي. وكمان برضه بيقوم بدور التوعية للعملاء بخصوص البطاقات وأعمال النصب والاحتيال، وممكن برضه يعرف العملاء على بعض تعليمات البنك الخاصة بالعملاء. باختصار التيلر مش مجرد موظف قاعد على الكاونتر بيعد فلوس وخلاص. في الحقيقة بعد التطورات الحديثة اللي بتحصل في عالم البنوك، ممكن نلاقي ان دور ومهام التيلر تقلصت بعض الشيء، وخاصة بعد ظهور خدمات الانترنت البنكية وخدمات الاونلاين اللي خففت كتير من اعباء وظيفة التيلر، الا ان الوظيفة دلوقتي اصبحت دمج ما بين التقنية والدقة والامان وخدمة العملاء كمان. وان شاء الله هنعمل حلقة مخصصة هنشرح فيها دور ومهام موظف التيلر بالتفصيل، عشان ندي صورة أوسع وأكبر للناس اللي بتحب التفاصيل زي كده. تعالوا بقى نعيش دقيقة مع التيلر على أرض الواقع. أنا التيلر موظف الشباك في البنك، يمكن في نظر الناس مجرد واحد بيعد فلوس، لكن الحقيقة شغلي أعمق بكتير. كل يوم من أول ما أفتح الكمبيوتر ببدأ أراجع الأرقام واستعد لاستقبال عشرات العملاء، كل واحد فيهم وراه حكاية واحتياج مختلف. بشتغل بدقة شديدة، أي غلطة حتى لو رقم واحد ممكن يسبب مشكلة كبيرة. عشان كده التركيز هنا مش رفاهية، تركيز بالنسبة لي حياة. بستقبل العملاء بابتسامة، بعد فلوس، بطبع إيصالات، برد على أسئلة، وكل ده وانا متابع حركة البنك حواليا. بص حواليك هتلاقي التيلرات شغالين فريق واحد، بنبص لبعض بنظرة واحدة نفهم منها كل حاجة، توقيع ناقص، معاملة متأخرة، أو حتى عميل محتاج مساعدة. مدير الفرع بيتابعنا بعينيه، ما بيتدخلش إلا للضرورة، لأن في الآخر إحنا الواجهة اليومية اللي بتعكس صورة البنك. وأنا واقف هنا بحس إني مش بس موظف، أنا طرف في تجربة مهمة بتفرق مع كل عميل. ممكن تكون شايفني بعد فلوس بس، لكن الحقيقة أنا بحمي فلوس الناس وبحمي سمعة البنك كمان. أنا موظف التيلر، قلب البنك النابض، وشغلي هو أكبر من موظف شباك بيسلم ويستلم فلوس. شغلي ثقة وأمان ودقة كل يوم. الخلاصة إن التيلر هو كاش البنك وموظف الشباك والمسؤول الأول عن تنفيذ عمليات الإيداع والسحب بدقة وبسرعة، وهو كمان واجهة البنك المباشرة اللي بيتعامل معاها العملاء يوميا، ودوره الأساسي الحفاظ على أموال البنك وخدمة العملاء بابتسامة وأمانة. يا ترى لو كنت موظف تيلر في البنك هتتعامل إزاي مع عميل مستعجل وعايز معاملته تخلص قبل الناس؟ هل هترد عليه بحزم، ولا هتحاول تهديه، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولو مر عليك موقف مشابه احكي لنا، وان شاء الله مستنيين استفساراتكم واسئلتكم، والى اللقاء.